لي رسالة قال لي عندما تكون فولتية 180 في خط المولدة أو في خط الوطنية الريلي ما يلقط صحيح. هاي مشكلة. الحل مالتها بسيط جدا. تشوفون هاي متسعة 0.68 وهاي متسعة 0.68. هاي تشلعها وتخلي بمكانها 1 مايكرو 250 فولت دي سي. هكذا تشلعها وتخلي بمكانها 1 مايكرو 250 فولت. هسه هاي 0.68 250 فولت وهي همين 0.68 250 فولت. هذا خط المولد وهذا خط الوطنية. إذا كان خط المولد ضعيف ال 0.68 تشلعها وتخلي 1 مايكرو راح تنحل المشكلة. راح يقطر إذا كانت الفولتية 180 أو أقل. كذلك خط الوطنية إذا بدلت المتسعة هاي الشوكليت يسموها 0.68 إلى 1 مايكرو راح تنحل المشكلة. لأن إذا كانت الفولتية ضعيفة مال الوطنية راح يلقط الريلي. فهذا هو الحل. هذا مهم جدا مهم جدا جدا جدا. اذا ما عندك 1 مايكرو تقدر تخلي ويا هاي المتسعه متسعه ثانيه بالتوازي تربطها مهما كانت قيمتها 0.68 او 0.47 او 0.22 مايكرو. المهم تخلي وياها متسعه اخرى حتى لو قيمتها اقل فراح اللي يزيد التيار المار بالريلي فراح يلقط. هاي وظيفتها. المتسعة السيراميك يسموها شوكليت. هاي شنو وظيفتها؟ هاي تحدد لك التيار المار بالدائرة. فإذا كانت فولتية 180 راح يكون تيار المار قليل. فما تخلي وحدة أكبر شوية راح يزيد التيار المار فراح يلقط الريلي. هاي في عجالة يعني عجالة جدا. أنا أوضح لكم هذا العطل. هذا هو طبعا مو عطل. هاي مشكلة بخط المولدة أو خط الوطنية. المفروض هو يجي 220. بس قلت لك اذا اجى 180 او اقل ما راح يلقط الريلي. راح يبقى البيت ما بكهرباء. خط المولد اذا كان قليل او خط الوطنيه اذا كان قليل. الحل بسيط جدا. تشلع هاي متسعه يسموها شوكليت 0.68 وتخلي بمكانها نفس الفولتيه بس 1 مايكرو موجوده في الاسواق المحليه سعرها 250 دينار. كذلك اذا خط الوطنيه ضعيف تشلع هاي 0.68 السيراميك متسعه السيراميك يسموها شوكليت في الاسواق المحليه وتضع بمكانها متسعه قيمتها 1 مايكرو قيمتها 250 دينار في الباب الشرقي. هذا هو الحال. وكل عام وانتم بخير. اخوكم رأفت.